صوبتي العسل ولا مازال؟ ايوا جي نشارك معك الطريقه ونعطيك بعض النصائح باش يصدق معك العسل. عندي هنايا قالب ديال السكر، درت معاه ايطرو ديال الماء. بالنسبه لبنات القالب ديال السكر كنديروا معاه ايطرو ديال الماء باش يجينا العسل ديالنا هو هذاك. المهم البنات بالنسبه للطريقه، انا كنبيت السكر ديالي في الماء، درته في الماء البارح بالليل وخليته حتى داب مزيان. ما ديروش البنات السكر وتخويو عليه الماء وديروه يطيب في البلاصه، راه ما غاديش يصدق معكم العسل. واخا يبان لكم في الاول العسل هو هذاك مقاد، اللون ديالو هو هذاك، ولكن غير كتصاوبوا به المعسلات ديالكم، كتصاوبوا به الشباكيه اولا اي حاجه درتوها به، كدوز معكم واحد المده تقريبا ما تفوتش معكم 15 يوم، غادي يرجع داك العسل كامل بحال سنيده. كيوليو فيه دوك الحبيبات بحال سنيده. نصيحه البنات عن تجربه، ديروا السكر ديالكم في الماء خليوه يبات ليله كامله حتى كيذوب داك السكر مزيان مزيان حتى الغد ليه. صافي كتضيفوا المنسمات اللي بغيتو. انا هنايا درت حامضه، فلحتها على هذا الشكل هذا اللي كما كتشوفوا معايا. درت 2 عواد ديال القرفه، وفي هذه الكموسه البنات درت شويه ديال حبوب اتاي. صافي هادو اللي غادي ندير مع السكر. صافي غادي نخلط مزيان حتى نتاكد بلي السكر ديالي داب تماما. غادي نديرو على نار مهيله، كنأكد عليها البنات النار تكون مهيله باش ما يتحرقش لكم العسل ديالكم. وكتسدوا على الكوكوت وكديروا ليها الصفاره، وغير تسمعوا يا البنات الكوكوت ديالكم صفرات الصفره الاولى. صافي كتحسبوا ساعه ساعه نيشان البنات، ساعه بالضبط ما تفوتوهاش. صافي كتطفيو على العسل ديالكم وكتلقاوه واجد، كتلقاوه هو هذاك. واخا يبان لكم جاري شي شويه، ملي كطفيو عليه كتلقاوه مازال جاري شويه، ولكن راه ملي كيبرد كيعقد. هانتوما البنات هذا هو جهد العافيه اللي غطيبوا عليه العسل ديالكم. ما تجهدوش البنات العافيه باش ما يتحرقش لكم العسل ديالكم. كنأكد عليها البنات العافيه خاصها تكون مهيله على هذا القياس هذا. بعد ما دازت ساعه البنات طفيت على العسل ديالي. هانتوما كما كتشوفوا ملي طفيوا البنات على العسل ديالكم كتحلوا كتلقاو الحامض بهذا اللون هذا. ملي كتلقاو بهذا اللون صافي عرفوا بلي راه العسل ديالكم الا لقيتوا الحامض باقي صفر يعني اللون ديالو باقي مفتوح، ردوه مازال يطيب واحد شويه. المهم البنات العسل خاص يكون بحال هكا واللون ديال الحامض يكون على هذا اللون هذا باش العسل ديالكم يكون هو هذاك. بعد ما كنزول داك الحامض والقرفه وديك الكموسه ديال اتاي كنهز 2 قراعي ديال المسكه الحره. هادو البنات كنهزوهم وكندكوهم مزيان حتى يوليو على شكل غبره. صافي كنضيفوهم للعسل ديالنا وكنخليوه مازال يطيب واحد شويه غير حتى تذوب لينا هاد المسكه هادي. صافي كنطفيو عليه وكنخليوه يبرد، كنخليوه يرتاح ليله كامله حتى الغد ليها البنات. عادي يمكن لكم تستعملوه، ما تستعملوش العسل ديالكم في نهارو، يعني ما طيبوش العسل وتخدموا به في نهارو، خليوه على الاقل يرتاح ليله كامله حتى باش يعقد لكم البنات ويكون واجد باش يلصق لكم في المعسلات. وهذا هو القوام ديال العسل اللي حضرت معكم. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا راه عاقد تبارك الله، واللون ديالو ما شاء الله كيفاش جا. دابا راه مازال سخون شي شويه، غادي يبان لكم جاري شي شويه ولكن راه مازال سخون. ملي غادي يبرد راه غادي يزيد يعقد اكثر من هكا. المهم البنات هذه هي الطريقه ديالي في تحضير العسل، كنتمنى تعجبكم. الا عجبك لا فيديو ما تبخليش عليا بتعليق زوين والبارطاج، بارطاجيو لا فيديو البنات. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم.